السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم الطنجيه المراكشيه كما شفتوا معايا في العنوان. غادي نطيبوها مع بعضياتنا غير في الكوكوط، كتجي من ألذ ما يكون وكتجي داك اللحمه طايبه كتذوب في الفم. هانتوما معايا حتى لاخر الفيديو باش نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. مكونات بساط وساهلين. كما قلت لكم مكونات اللي هما بساط وساهلين. عندنا هنا الكميه ديال اللحم. انا هنا عندي اللحم غلمي، كديروا غلمي ولا بقري اللي متوفر عندكم. غادي ندير الكميه ديال اللحم اللي عندي. كما قلت لكم مكونات بساط وساهلين. انا كتجيني الطنجيه من اسهل ما يكون، كتجيني ساهله دغيا كندير لها المكونات ديالها ونصب عليها ونقص لها على عافيه معيله كطيب على خاطرها. عندي هنا راس ديال الثومه، كركوبه ديال الثومه اللي نقيتها وغسلتها مزيان. وعندي هنا حامض مصير، واحد جوج طريفين ديال الحامض مصير، وواحد شويه ديال الملحه ما نكثروهاش على حساب عندنا الحامض مصير مالح. وغادي نضيفوا السمن بلدي حتى هو كيكون مالح. عندي هنا كاس ديال الماء اللي ذوبت فيه الزعفران الشعره. الا كان متوفر عندكم، ما كانش متوفر كديروا ضامه ديال الزعفران كذوبوها حتى هي في كاس ديال الماء. المهم انا هذاك الكاس ديال الماء اللي شفتوا معايا انا ضفت منه 2 كيسان. درت هذا الكاس هذا وغادي نضيف كاس اخر لحقاش عندي الكوكوط كتشرب. الا كانت عندكم الكوكوط مضوبله وما كتشربلكمش ضيفوا غير كاس، كانت خفيفه وكتشرب ضيفوا 2 كيسان ديال الماء. المهم انا ضفت 2 كيسان ديال الماء صافي. هنايا كما قلت لكم درت الثومه، الحامض مصير، الزعفران شعره، كاس ديال الماء. اللي بغى يضيف نص كاس ديال زيت الزيتون يضيفو. انا عندي هنا الغلمي كيطلق، كما كتعرفوا الغلمي كيكون ميدم، ما غاديش نضيف الزيت نهائيا. وغادي تشوفوا في التالي ملي غادي يطيب كيجي ميدم، واخا ما ضفت حتى قطره ديال الزيت كيجي ميدم تقولي دايره الزيت. هنا ضفت معلقه كبيره ديال السمن الحر. وغادي نضيف ايضا معلقه كبيره ديال الكمون مدقوق، كمون بلدي عندي انا هنا مدقوق. الا بغيتو ديروه صاين هكاك ديروه، بغيتو تهرمشوه شويه وتضيفوه حتى هو كيجي مزيان. صافي هادو هما المكونات اللي كنضيفو. غادي نخلط هذوك الطريفات ديال اللحم مع المكونات باش يتلبسوا داك العطريه اللي درنا. وغادي نضيفهم فوق النار حتى كتغلي الكوكوط ديالي. كما كتشوفوا معايا كتبدا تغلي بحال هكا، كنسد عليها ندير لها الصفاره نخليها حتى كتصفر. كنحسب لها من 30 دقيقه حتى 40 دقيقه على عافيه مهيله بحال الشمع. كما قلت لكم بعد ما دازت واحد 40 دقيقه على عافيه مهيله، البنات تكون العافيه مهيله باش ما يتحرق لكمش هذاك اللحم. هانتوما كيفاش كيجي طايب كيذوب في الفم وكياخذ داك اللون من التحت، كيطلق واحد المذاق كيجي شهوه منه. المهم غادي نقدموه في الطبق ديال التقديم ونتلاقاو من بعد. والطنجيه ديالنا من بعد ما طابت كنقدموها بالصحه والراحه، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى الطبق ديال اليوم ينال اعجابكم. الا عجبكم لا فيديو ما تنساوناش باللايكات، راكم كتفرجوا ما كديروش اللايكات ما تخسروا والو، ديروا لنا واحد اللايك كتشجيع منكم. واللي ما مشتركش في القناه يشترك. مرحبا والف مرحبا، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. الى اللقاء.
كمل ناكلهاش، غادي ناكلها، أنا عارفة.